أحدثت تصريحات المدير التنفيذي الأسبق لنادي النصر السعودي أحمد البريكي حالة من الجدل بعدما تحدث عن كواليس مسيرة المغربي عبد الرزاق حمد الله مع العالمي قبل الرحيل إلى الاتحاد. ويلعب عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد منذ عام 2021 بعد الرحيل بفسخ التعاقد مع النصر، وقد سجل مع النصر 77 هدف في 74 مباراة في الدوري السعودي، وأحرز مع الاتحاد 50 هدف في 58 مباراة. وفي 16 من ديسمبر 2021 أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع حمد الله لمدة موسم ونصف بعد مشاكل حادة مع إدارة مثال آل معمر، حيث تم فسخ العقد من طرف واحد. واعترض قطاع عريض من جماهير نادي النصر السعودي على تصريحات أحمد البريكي التي دفع خلالها عن المغربي حمد الله، وأنه لم يفضل المال قبل الفريق، محتجين بأن اللاعب لم يظهر الانضباط اللازم كمحترف. ويرى الجمهور النصراوي بأن عبد الرزاق حمد الله أثناء الموسم والمباريات قد طلب العديد من الإجازات لأسباب غير حقيقية، رغم مشاركة الفريق في العديد من البطولات الهامة. وتعرض حمد الله للخصم من راتبه بنسب تتراوح بين 15% و20% من راتبه، كما قام بحذف متابعة رؤساء النصر عبد الرحمن الحلافي وصفوان السوايكت إضافة إلى حساب نادي النصر ذاته. وأعاد جمهور نادي النصر ذكرى رفض حمد الله مسألة العودة للرياض، بل واشترط مبلغ 100,000 ريال عن كل هدف يسجله في الموسم الجديد. وتفاقم الأمر عندما جعل حمد الله شقيقه والذي يعتبر وكيل أعماله يهدد إدارة النصر ويثير الجماهير على الإدارة في حسابه بمنصة إنستجرام. وادعى حمد الله أنه سيغادر النصر لم يستجاب لطلباته المالية، ومن هنا وافقت الإدارة بعد أن تعرضت لضغط واسع من أغلب جماهير العالم. ووافقت إدارة النصر على طلب حمد الله ووكيله اعتبارا من مباراة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين شريطة أن يسجل اللاعب ويتوج فريقه باللقب، لكن الفريق تعرض للخسارة. المثير في الأمر أن نادي النصر قد حصل على تسجيل صوتي عقب رحيل حمد الله إلى الاتحاد من وكيله حمد الدسري الذي كان يفاوض الاتحاد وهو يلعب بقميص العالمي. وقام الدوسري بتسليم إدارة النصر التسجيل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية من اللاعب المغربي، مما وضع الأخير في حرج كبير أمام الغدارة والجماهير النصراوية، خاصة مع اعتراف اللاعب بصحة التسجيل. وإليكم ما قاله البريكي في تصريحاته عن اللاعب عبد الرزاق حمد الله. جاني اتصال أن حمد الله رافض يروح المعسكر، كانت مباراة الفيصلي. وبعدين اتصال ثاني من شخص يعني أقدره ومدين يعني بأشياء كثيرة، قال لي طيب تقدر تساعد الإدارة عن موضوع حمد الله؟ قلت أول شيء بلغوهم، كلهم تبغون أحمد يدخل بالموضوع ويشوف حل؟ كلموهم قالوا إيه أهم شيء يلعب. قلت خلاص. قالوا بتدق عليه؟ قلت لا، لو دقيت عليه وما رد خلاص هذه نهاية العلاقة، لأني أنا ما أتواصل مع اللاعبين نهائيا يعني يوم ما تركت. قلت بروح للبيت، فإذا هو موجود بالبيت اعتبر الموضوع منتهي إن شاء الله. فرحت البيت، لقيت السواق حق عند الباب، قلت له الحمد لله موجود عبد الرزاق؟ قال لي قلت أبغى أشوفه. قال ادخل، فيه واحد من إداريين النادي يعني موجود عنده. قلت له أنا مستعجل بس أبي بكلمة راس. طلع عبد الرزاق أنا ما شفته وقتها يمكن سنة ونص شيء. وينك وأخبارك وكذا؟ إيش فيك؟ صاير؟ قال لي النادي هو اللي حجز لي التذكرة، أنا لي 3 شهور ما أخذت راتبي، وحجزوا لي من أمريكا أظن نيويورك فرانكفورت الرياض ترانزيت 6 ساعات يبدو لي. وصلت الساعة 2 الظهر والتمرين الساعة 4، أنا ما أشوف معدوم، فطبيعي أني بروح البيت وعندي جت لاج وبنام
يقول بعدها بيوم تمرنت اليوم راسلين لي خطاب خصم 12% أو 20% شيء زي كذا. يقول أنا راتبي ما أخذته 3 شهور، يعني بعرف الفيفا شهرين ما أخذته، ترسل إنذار 10 أيام، افسخ عقدك ومش خلاص، يجيك كامل العقد وانت ببيتكم. وكانت آخر مباراة قبل توقف أيام الفيفا، يعني كان بعدها أيام فيفا. وهذا خطأ إداري جسيم صراحة. فقلت له طيب أنا وأنت بمركب نص البحر، تزعلنا نتخانق بالمركب نص البحر، ولا تصبر لما نصل إلى البر بعدين تسوي اللي تسويه؟ قام كذا يفكر، قال لي أصبر. قلت طيب الحمد لله، يعني مباراة بكرة، أنت مدين للجمهور، مدين لزملائك اللاعبين، للمدرب، بنقاط المباراة هذه، ولا أنت بأي واحد، يعني أنت لاعب مهم بالفريق. قال لي والله لو في أحد يكلمني بالمنطق هذا أنا أعطيهم عيوني، وأنا أحب النادي، بس أنا تنرفزت يوم شفت الخطاب جايني بالخصم. قلت أبيك تعتذر من الإدارة، تروح المعسكر، تجتمع مع المدرب الحالة تعتذر منه، بعدين تجتمع مع اللاعبين تعتذر منهم، وبكرة أقل شيء تسويه المفروض أنك إيش؟ 3 نقاط تكون للنادي. قال طيب. رجع شال عفشه بيروح وأنا مشيت. أمداني أصل البيت اللي هو دق علي يقول لي، قالوا لي لا تجي. قلت ليش؟ قالوا لي إذا أنت جاي عشان أبريكي ما نبيك. فدقيت على الشخصية اللي كلمتني، اتصل عليك وقال لك. قلت له ما أبغى طبعا مثل ما تقول أحدث كلاش بينه وبين الإدارة. قلت له تسمح لي أنا ودي اللاعب المعسكر، أساس بعد يعني أعطيه محاضرة بالطريق وذا، أنه ما عاد يتعود شيء زي كذا. قال لي خلني، قلت أبغى أذن الإدارة. قال خلاص بكلمهم. كلمهم قالوا له ما نبي اللاعب يجي، وإذا أنت يعني بتضغط علينا حنا نخليه يروح، بس أنت تحمل النتائج. يقولون للشخص الفاضل اللي قاعد يحاول يساعدهم المتوسط من محبته للنادي. رجع كلمني قال لي ولا عدني بداخل بموضوع له. فأنا اللي أقصد هذه النقطة اللي نتكلم عنها، لو ما حدث الموضوع ذا ما راح تكلمت معه، ولو كلمت، لو أي أحد ثاني كلمه بنفس الطريقة اللي أنا كلمته فيها ترى بيقبلها. الحمد لله، شوف الحمد لله ما هو ناكر الجميل، وهو يعرف أن نادي النصر وقف معه. ويمكن هذه أول مرة أقولها، ولا أبغى أتطرق للموضوع ذا بكثير، يعني ما راح أخوضه بتفاصيله، بس حتى يوم طلع من النادي آخر شيء برغبة الأطراف، الحمد لله ونادي النصر عقدوا اجتماع عندي بمكتبي الخاص، ووصلنا إلى حل إن الحمد لله بيطلع إعارة للنادي خارج المملكة، وبيتنازل عن تقريبا نصف حقوقه، وبجدول الباقي اللي كانت كم؟ ما من غير ما أدخل بأرقام يعني تقريبا خلها كم هي كثيرة يعني ملايين، وبجدول الباقي حسب ما يراه النادي. يعني كان النادي يقول أنا ما عندي سيولة الآن، يقول اللي تبون، وأنا اقترحت 3 سنوات ووافق، وبيحط بند إنه إذا رجع يلعب بالمملكة العربية السعودية من النادي ذاك إنه يدفع النادي النصر 10 مليون دولار. شرط جزائي بلنتي. وموافق الحمد لله، مقابل شيء واحد اللي هو طلعوني بصورة حلوة قدام الجمهور. مسلي المعمر كان موافق، إدارة الاحتراف جو عندي النادي، المحاسبة، كلنا شفنا إنه هذا السيناريو الأنسب عادل للجميع. خروج حمد الله من نادي النصر، تغريدة حلوة، فيديو حلو، لقاء تلفزيوني. ثانك يو، باي باي، شكرا مع السلامة. خلاص. طيب اللي صار عكس كذا، راح للاتحاد وما أدراك ما الاتحاد. لا، في واحد بالنادي رفض. من هو؟ ما أقدر أقول، بس في واحد بالنادي رفض الموضوع، رفض، قال ما يتنازل عن نص، يتنازل عن 80%. يوم
كلمتهم أنا أقول لهم ها يلا جهزوا الأوراق خلصوا. قال لي أحد اللي حضروا الاجتماع قال لي والله اللي جانا نعطيه 2,000,000 يورو فقط. كانت ولا قلت أنا ما راح أقول للاعب الكلام هذا من كثر ما إني أشوفها يعني كبيرة، ما راح أقول له الكلام. فتواصلوا مع اللاعب من راسك من راسه. اللحظة ذي هي انتهت علاقة حمد الله مع نادي النصر، وانتهت علاقة حمد الله مع أحمد البريكي، وراح للاتحاد وما أدراك ما الاتحاد. شفت ترى على فكرة حمد الله ما يعرف التفاصيل. أنا أتوقع إنه حمد الله حاط براسه إنه مسلي كان مستقصده، مع إنه مسلي هو اللي